اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده قلنا بقى ايه، ننضف الأوضة وكده. انتوا عاملين ايه؟ يا رب يبارك لكم ويسعدكم يا رب في حياتكم وعيشتكم، وكل اللي نفسه في حاجة يا رب يحققها. النهارده بقى قلت ايه، هنضف الأوضة بقى كده، روتين خفيف كده. بس احنا يعني كلنا بننضف وكده، بس انا قلت ايه، انضف معاكم بقى الأوضة النهارده. فقلت اشد السرير كده، ونمسح التسريحة والحاجة عشان كلها تراب وكده. فهو بقى يا رب الفيديو يعجبكم، بس ما تنسوش بقى اللايكات والشير وكده اهوت، يعني عشان القناة تكبر وتعلى بيكم. فاي انا كده ايه، روقت كده وبمسح كده على طول، وبفرش الملاية خفيفة خفيف كده. وهي الأوضة أصلا كده كده يعني مفيهاش حاجة، بس هي تنظيف بس على طول تراب. مسحناها، مفيش حاجة غير شوية حاجات كده خفيفة. الواحد بقى بيعمل اللي بيقدر عليه يعني. بص يا حبايبي عاملة ازاي اهي. كانت الأول بقى كانت مكركبة وتراب وكده. بص كل السرير تراب والتسريحة وكده اهو. قلت اخدها كده تنظيف خفيف خفيف، ويا رب الفيديو يعجبكم يعني وكده اهوت. وما تنسوش بس اللايك والشير عشان القناة تكبر بيكم، وكل اللي نفسه يا رب في حاجة يحققها السنة الجاية يعني. ويصلح لكم الحال يا حبايبي يا رب، ويبارك لكم في أعماركم يا رب. انتوا عاملين ايه كده يعني اهو. الواحد بقى يطلع بيدردش معاكم اهو. بصوا انا كده كده ايه، بطوقها خفيف. احنا كده كده المراية بنبقى مسحينها بورق جرانين وكده عشان الحتة بتلطشها. والرخام ده اللي هو على التسريحة ده عشان اسود، فبيدهول على طول، التراب على طول على طول. بس فحتت خفيفة كده. بس حتى التراب بصوا على التلفزيون مبهدل الدنيا كده. فرشت عندي دي وحطيت دي. والانتريه دوت فرشه مغسول وكده. بس ايه، قلت بقى امشي بنفسي باي حاجه، احط اي حاجه وخلاص. هيتداري الانتريه، وانتريه قديم وكده فبنقعد عليه يعني. حاطين كرسي وكده، فعشان هو ابو انور وتعبان وكده، فبنقول يعني يقعد عليه. ما بيعرفش يقعد على الكراسي العاديه. حاطينه في اوضه النوم كده مؤقتا يعني. بس فانا حطيت حته قديمه كده مؤقتا عليه لحد ما ربنا يسهل كده الواحد يجيب له فرش كويس. بدبر حالي يعني. اي حته قماشه عندي بحطها على انتريه، على بتاع ملاية قديمه مثلا بتكون مش عايزاها، بقطعها واحطها. احطها هنا، احطها على التسريحه، احطها على الترابيزه. بص الشنط كل ده شنط، بيجيبوا حاجات ويرموا على الكرسي، ما بيشيلوش الشنط. لو شنطة يروحوا لمينها وحاطينها على الكرسي، شنطة يرموها على الكرسي بيسيبوها. انا خلصت بقى بمسح كده الأوضة، بطوقها بمسح على طول على طول كده شرشوبة. يعني نفس الصالة نفس الأوضة، اللون بتاع الصالة زي ما قلت لكم ان هو بيحب الراجل. حب يفتنا بقى، قال لي خلي الأوضة نفس الصالة نفس الأوضة، ما عدا الصالون خلونا لون وأوضة العيال لون. بقى يغلط لنا فيها. بصوا كده كل الشقة كلها تراب، حتى الدولاب كله تراب، بتبهدل التراب وكده. مسحناه على طول. خلصنا كده تطويق خفيف لحد بقى ما مليكة تبقى تقعد يوم يوم كده. بتقعدوا يوم الحد او يوم ساعات ما حسب ما بيبقى الشغل بتاعها. فانا وهي بقى بنروح ماسكين بقى الأوضة، نشد السرير، نشد الانتريه، نشد الترابيزة، نشيل المرتبة انا وهي، نرفع المرتبة انا وهي، نمسح تحتيها. لكن دلوقتي انا ما بقدرش ان انا اعمل ده كله يعني لوحدي. فبنحط الكرسي ده حاطينه كده يقعد عليه يعني اي حد في الاوضه يقعد يتفرج على التلفزيون يقعدوا عليه، عشان ما بيلاقوش يعني كرسي كويس يقعدوا عليه. خلصت بقى كده، مسحت واطوقها تاني. بعد كده اروح ماسكه بقى ايه، اروح فشه السجاده. سجاده خفيفه كده بحطها مؤقته عشان ما اقدرش اشيل التانية. واهو زي ما انتوا شايفين كده، احنا بنشجع بعض يعني بعضينا كده في الروتين. الواحد لو كسلان يقوم يعني يتشجع.
هاي السجادة دي كانت قديمة يعني، كنا احنا غاسلين التانية وحاطين واحدة جديدة على العيد، فشلنا بقى التانية عشان هنشطفها وحطينا القديمة دي كده مؤقتا بعد ما نغسل السجاد، بس الجو يتعدل وهنغسل السجاد وابقى اوريكم برضو واحنا بنغسل السجاد. اهو بعد ما خلصت الأوضة اهي، يعني ايه، خفيف خفيف كده على قدنا اهو زي ما انتم شايفين كده. شفتوا انتم من قبل ومن بعد اهي. بصوا ده على الشارع كده من جوه من الأوضة، وده على الشارع من جوه اهي. يا رب الفيديو يعجبكم، وما تنسوش اللايك والشير.